أم وأب كل حلمهم إن أولادهم يفضلوا جنبهم ويحبوهم ويحترموهم بإرادتهم مش بالخوف. جايبالكوا بقى شوية خطوات بسيطة كده تأثيرها عميق قوي، هتخلي ابنك مش بس ابنك، ده هيبقى سندك الحقيقي في الحياة. بس طبعا زي ما اتعودنا، سبسكرايب للقناة، فعلوا زر الجرس، وما تنسوش الشير. يلا معايا. أول حاجة معانا، اسمع له بجد. ابنك مش محتاج دايما منك حلول، أحيانا بس محتاج ودن تسمعه من غير حكم. لما يسمعك بتسمعه هيجيلك من نفسه وقت الجد. وامدحه طبعا قدام الناس، واوعى تنتقده، دايما النقد خليه بينك وبينه. وده طبعا معانا تاني حاجة، دايما قوله أنا فخور بيك قدام أهله وصحابه. الكلمة دي بتبني فيه ثقة وعلاقة قوية قوي معاك. تالت حاجة معانا، شاركوا قراراته الصغيرة من أول لبسه لحد اختياراته في الهوايات. ده بيوصل له رسالة بتقول له أنا بحترم رأيك، وده بيخليه يحترمك أكتر. رابع حاجة، كله أمان مش قاضي. لما يغلط ما تبقاش أول رد فعل لك هو العقاب، خليه يحس إنه يقدر يحكي ويجيلك وقت ما يقرر إنه يحكي لك، مش يستخبي منك. خامس حاجة، خليك القدوة اللي يحب يكون زيها. الكلام يا جماعة ما ينفعش لوحده، الفعل هو اللي بيزرع القيم. لما يشوفك بتساعد هيساعدك، ولما يشوفك بتحترمه هيحترمك. كل ده بيبني علاقة مش بس بين أب وابنه أو أم وابنها، لأ، لكن بين اتنين صحاب، واحد فيهم هيبقى السند طول العمر.